ايه هو نظام الساعات المعتمدة؟ وهل ممكن اتخرج من الكلية بدري لو فهمت النظام ده؟ اخواتي وحبايب قلبي طلاب الجامعات، عمر احمد بيقول لك ايه؟ بيقول لك النظام الكلية عندك في حاجة اسمها نظام قديم ونظام ساعات معتمدة، وفي الغالب حاليا ماشيين بنظام الساعات المعتمدة اللي هو ايه؟ لو فهمت اللعبة صح التخرج بالنسبة لك هيبقى سهل جدا. انت المفروض علشان تتخرج الاربع سنين من الكلية بتاعتك في نظام ساعات معتمدة بتتقسم على عدد المواد، مثلا وليكن بيبقى في الغالب كل مادة عليها من 2 ل3 ساعات، وده بيأثر على التقدير النهائي بتاعك التراكمي بعد الاربع سنين. ابسطها لك، النظام القديم كان بيبقى مواد معينة على عدد الاربع سنين وما ينفعش تتخرج قبل الاربع سنين وتدرس مواد معينة في الترم. نظام الساعات المعتمدة بيقول لك لا، انت تقدر تختار اللي انت عايز تدرسه في الترم الواحد. مثلا وليكن انت المفروض معاك 6 مواد بس في الترم، تقدر تقلل من المواد وتقدر تزود. انت مثلا وليكن في الترم ليك 6 مواد، تقدر ان انت تاخد ال6 مواد بالاضافة لمواد تانية من السنة اللي بعدها. لو مشيت كده على كل ترم تاخد من مواد السنة اللي جاية يقلل منك سنة رابعة فتتخرج بعد 3 سنين. في الترم بقى في الغالب بيبقى ماشي من نظام 15 ل 18 ساعة، ده اللي ماشي حاليا. المادة بتبقى مثلا 2 أو 3 ساعات ليك في الترم، مثلا وليكن من 15 ل 18 ساعة، ممكن تاخد 7 8 مواد مثلا، تقلل من عليك من المواد اللي جاية. طب في مواد ما اقدرش اخدها؟ مفيش مشكلة، في مواد تاخدها تأجلها عادي جدا، مفيش اي مشكلة. النظام القديم مفيش الكلام ده، لازم تدرس المواد هي على الترم متقسمة وما ينفعش تخرج منها، خلاص هتدرس دول زي نظام الثانوي كده، بس حاليا ما عادوش بيشتغلوا بيه على حسب الجامعة. ولو سقطت مادة او 2 في النظام القديم بتعيد السنة، بيبقى على نظام هم محددينه بقى، مادة او 2 أو 3 في الحدود دي، فبتعيد السنة كلها على المواد دي. حاليا في نظام الساعات المعتمدة مفيش كده، بس في عيب وحش في نظام الساعات المعتمدة. دلوقتي وليكن لا قدر الله شلت مادة، بتقفل معاك مادة السنة اللي بعدها او الترم اللي بعده على حسب، بتخليك ما تقدرش تخش المادة دي غير لما تاخد دي، فبتستنى بقى تمتحن دي الاول علشان تتفتح لك المادة اللي بعدها. وعلى هذا الحال بقى لو شلت مادتين او 3 شوف بتقفل لك كام مادة بعدها. يا رب تكون فهمتني. فده من ضمن العيوب بتاعه نظام الساعات المعتمدة. طب بالنسبة للتقدير بيتقاس ازاي؟ هسيب شرحه في فيديو تاني لوحده، الفيديو اللي جاي باذن الله، موضوع الجي بي اي وبيتحسب ازاي على حسب عدد المواد، وبتتضرب في رقم معين كده ليها معادلة علشان يطلع لك في الاخر التقدير الاساسي بتاعك، سواء جيد جيد مرتفع امتياز امتياز مرتفع، الكلام ده. فيما معناها نظام الساعات المعتمدة بيحد من ان انت تتظلم في النظام القديم. نظام الساعات المعتمدة على قد ما هو كويس جدا، بس لو شلت مادة بيبقى الحوار كبير، فتبقى عامل حسابك لده كويس وتسأل عندك في الكلية النظام اللي انت ماشي بيه ازاي، واقدر اخد كام مادة في الترم والكلام ده. انا بديلك الفكرة وانت قيس على هذا الاساس عندك في الكلية. خش على شؤون الطلبة واسأل على كل اللي انت عايزه. المواد اللي انت بتعوزها بتسجلها قبل الامتحان اللي انت عايز تدخلها. في مادة مش عايز تدخلها عادي مفيش مشكلة، عايز تزود ينفع. طب ينفع تزود كام الحد الاقصى بتاع المواد؟ ده برضو بتسأل عندك في الكلية. يا رب اكون قدرت افهمك حاجة زي كده، واستنى الفيديو الجاي هشرح لك فيه حوار المعدل التراكمي وايه هو نظام الجي بي اي اصلا وبيتقاس ازاي على حسب الجامعة بتاعتك. اعمل فولو وبالمرة تبقى مشارك معانا في العمل الخيري اللي احنا هنعمله لو وصلنا 100,000. عايز استفسار خش بعت لي على الانستا، برد على كل الناس، او اكتب لي في الكومنتات. ولو تعرف حاجة عن نظام الجي بي اي اكتب لي عندك في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وبالتوفيق لكم جميعا باذن الله. سلام.